السلام عليكم. لو عندك قطط قدام باب شقتك، الوصفة دي جبارة عن تجربة. تعالوا شوفوا الفيديو. بصوا، القطة سابت قدام شقتي راحت او عند الجيران. طبعا اول حاجة هتكنسي قدام الشقة كويس جدا. خلي مقشة مخصصة للسلم، ما تخليهاش للبيت. بصي، نايمة يعني بتجيب ولادها كمان معاها. تعالوا نشوف الوصفة. آه الوصفة بتاعتي سهلة، يعني ممكن المكونات هتلاقيها عندك في البيت. تمام. ولو مش عندك ب10 جنيه بس هتجيبي ب5 جنيه شطة وب5 جنيه نشادر. اللي بقى تقولك ارحموا في الارض يرحمكم من في السماء وحرام عليكي والكلام ده. يا جماعة القطط يعني مبهدلين الدنيا، بيعملوا حمام قدام الباب. وده غير بقى اللي هم بيقطعوا في الكاوتشات بقى والحاجات اللي محطوطة قدام الباب. انا خليت قدام الباب مفيش حاجة خالص، وبمسح وبرضو بيجوا يقعدوا وريحتهم مش حلوة، وفي حشرات بتبقى فيهم بتأذي ولادي، فلا ضرر ولا ضرار. فهنعمل وصفة كده آه، بسيطة وسهلة، وتحطيها قدام باب شقتك ومش هتلاقيهم تاني. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. معايا نشادر ومعايا شطة، هنخلطهم مع بعض. زي ما انتوا شايفين الكمية هتقعد معاكي كتير. حطيت النشادر وحطيت الشطة، قلبيهم كده، الريحة نفاذة جدا. تمام. كل يوم هتحطي معلقة قدام باب الشقة كده، يعني حطي في الاركان كده. يعني حطي الكمية دي في كيس او في بطرمان واقفليه، عشان ريحته عاملة قوي. الاتنين مع بعض عاملين دويتو يعني فظيع. اهو زي ما انتوا شايفين. انا اولادي يعني يجوا من المدرسة او ينزلوا او يجيبوا حاجة، طبعا خايفين، عندهم فوبيا من القطط واللي تهش فانا طبعا يعني انا مش بحب اذي اي حيوان. انا بالعكس، اكيد في فيديوهات بتشوفوني لما بحط اكل للحمام بس يعني حاجة ما تضرنيش وما تضرش ولادي. دول بقى ضرنا يعني في العمارة، مش قادرة اوصفلك. ده غير بقى طول الليل اصوات غريبة كده. فلا، الخلطة دي هتخلي ما عندكيش قطط خالص قدام شقتك ولا في العمارة. هروح بقى ايه، احطها في الاركان قدام الباب، وان شاء الله النتيجة عن تجربة تحفة جدا. هنا الخلطة اهي. تعالوا بقى ايه نحطها زي ما انتوا شايفين على السلم اهو. السلم نضيف، حتى حطيت لهم ازازة. موضوع الازازة ده موضوع فاشل يعني. هنحط كده في الاركان. هي بتحب الحتة دي، فانا حطيت لها اهو. الاضاءة اهي زي ما انتوا شايفين حطيت، والسلم نضيف ومفيش اي حاجة. وهحط تاني هنا. معلش بقى سامحوني يا قطط، والله يعني هما في اذية كتير وفيهم حشرات برضو مش حلوة اهو. زي ما انتوا شايفين اهو. حطي بقى في الاركان كلها على السلم، مش هتلاقيهم ان شاء الله. جربي بقى الطريقة دي وان شاء الله هتدعيلي. وما تنسوش اللايك والشير للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.